ازيك يا صديقي العزيز؟ انا النهارده جايب لك فيديو في السريع هعرفك ازاي تشغل الدبل تاب على الابل واتش سيريس 9. اول حاجه هنفتح الابلكيشن بتاع الواتش، هنسكرول تحت لغايه ما نلاقي accessibility، ونسكرول في الاكسسبيليتي لغايه ما نلاقي السنسيتيف تاتش، هنعملها اون، وبعدين هنلاقي كويك اكشنز هنعملها اون برضو وهنعملها فول. بعد كده بنرجع نخش على السنسيتيف تاتش وبنخش على هاند جيستشرز وبنبتدي نعمل كاستمايز للجيستشر اللي احنا عايزينها. انا هنا مثلا عملت ان تاب واحده تعمل فورورد، وعملت ان دبل تاب تعمل تاب. لو انا جبت الجيستشرز اللي هنا وبدات اعمل كل دبل تاب بتديني امكانيه اني اكستمايز حاجه من الساعه. فمثلا لو عملت كده كل تاب بتخليني انقل على الويدجت اللي بعدها، ولو عملت دبل تاب فانا بختار حاجه معينه. انا مثلا تاب واحده بقيت هنا اهو، كمان تاب، كمان تاب، انا عايز انزل اعمل بلاي للتراك ده اهو، فهعمل دبل تاب التراك هيشتغل على الموبايل. كمان خليني اقول لك ان الدبل تاب كمان هنا على الابل واتش سيريس 9 بتشتغل. لو حد اتصل بيك تقدر تعمل دبل تاب علشان ترد عليه، ولو خلصت معاه المكالمه تقدر تعمل دبل تاب علشان تقفل الكول. وبس كده، دي كانت كل حاجه معانا في فيديو على السريع. انا محمد ابو اليزيد، قناه ريفيوتك. لو الفيديو اللي على السريع ده عجبك ما تنساش تعمل له لايك وسبسكرايب في القناه وتفعل الجرس عشان اي فيديو جديد اول ما ينزل يوصلك على طول.